السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم مجددا في قناتكم اس سبورت. من بعد المباراة ديال الكلاسيكو المغرب ما بين الوداد وفريق الجيش الملكي، فشفنا العديد من ردود الفعل في الصحافة العربية، الصحافة ديال شمال افريقيا، الصحافة العالمية. تابعت انا بزاف ديال الكلام على هذه المباراة هذه، من حيث الجوده ديال كره القدم اللي اصبحت في الدوري المغربي، الملاعب، البنيه التحتيه، الحضور الجماهيري. يعني الجميع اصبح يتحدث عن الدوري المغربي، خصوصا واننا اصبحت لدينا العديد من الملاعب العالميه. يعني المباريات تقوم بالاخراج ديالهم الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه بشكل رائع جدا. شفنا الكاميرا ديال الفوركي، شفنا السلو موشن، يعني داكشي عالي الجوده، وكانك كتفرج في دوري انجليزي او دوري اسباني، او هذه حقيقه وليست احلام. نشوفوا الصحافه التونسيه اشنو قالوا. انا ما بغيتش نمشي للصحافه التونسيه، عفوا بغيت نمشي تشوفوا التونسيين اشنو كيقولوا، المحبين ديال كره القدم، جماهير ديال افريقي، ديال الترجي، ديال النجم الساحلي، ديال الصفاقسي. فهنا هذه الصفحه المشهوره اللي هي فوتبول تونيزيان تحدثت على ان البرتغالي سانتوس اللي هو المدرب السابق للنادي الصفاقسي، هو درب الصفاقسي ودرب بيترو اتليتيكو الانغولي ايضا. ففريق جيش الملكي تعاقد معاه من بيترو اتليتيكو. قال لك سيدي المدرب السابق الصفاقسي يواصل عروضه القويه مع الجيش الملكي. فوز على الوداد خارج ارضه منذ قليل، يقترب من صداره الدوري اضافه الى تاهله الى ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. ما اسباب فشل سانتوس مع النادي الصفاقسي حسب رايكم؟ شوفوا التعليقات كيفاش غتكون. هما سولوهم هنا على الاسباب ديال الفشل. هذا التونسي كيجاوب: الظروف، الكل تساعد، ما تنساش عنده حريمات، اقوى بيفو يعني اقوى كاسور، وانس باش، وكاليتي ديال جوار مغربي يطير بالجوار التونسي، ومن غير ما ننساو التيرانات والحكام وما الى ذلك. يعني الاجواء ديال المباراه اجواء رائعه اجواء رائعه جدا. المباراه فيها الفار، حكام كيديروا المباريات بشكل جيد، كيخليو اللعب. يعني الحكام على حسب ما شفنا في هذه المباريات الاخيره في رمضان كيطلقوا اللعب، ماشي غا صفار. كاين بعض الحكام معاكيز ما خصوش يجري، دغيا كيصفر اي التحام كيوقف لك الكره. في المباريات الاخيره في الدوري المغربي من بعد التوقف ديال كاس افريقيا اصبح العكس اللي كنا كنشوفوا، الحكام كيطلقوا اللعب. ويمكن هذا جاب بسبب الفورماسيون اللي دارت مؤخرا ديال الحكام. هذا واحد اخر تونسي تفرجت في الماتش المغرب باش ينافس البرومير ليغ، يعني في الريتم ملا كره وملا نيفو. الكره التونسيه تبكي في زاويه. البرومير ليغ يعني كيقصد بها هنا الدوري الانجليزي الممتاز. هذا واحد اخر تونسي اخر: ماتش عالمي هارب من الدوري الانجليزي، ملعب ممتلئ بحضور احباء الفريقين، يعني جماهير الفريقين، كرنفال خيالي واهداف عالميه لكلا الفريقين. آلت النتيجه النهائيه لفريق العساكر، والذي كان جدير بالفوز واضاع العديد من الفرص في سهره رمضانيه رائعه. نشوفوا واحد تعليق اخر: سهل برشا. الفرق هو الجوده نتاع اللاعب المغربي مقارنه بالتونسي. كنت نتفرج في الماتش مالا ريتم ومالا كاليتي دو جوار ومالا بنيه تحتيه، هربوا بينا ماخر، لا مقارنه. مدرب يلقى هذا الكل مؤكد باش ينجح اكيد. هنا واحد اخر قال بان المباراه تقول ابطال اوروبا. واحد اخر ملا كره وملا عقليه وملا كراكاجات وملا الدنيا، والاخر مازال يفصل في القوانين على خاطر كعبتين فلام ويحبوا الكره تتصلح. بلاد مفحوله، يعني كيدار على بلاد تونس، على الاوضاع اللي فيها تونس. وحنا كنقولوا لهم راه ماشي، راه المشكل ديالكم هو انكم تبعتوا طريق الكبرانات، خلوكم اللور. واحد هنا كيدق على فريق الجيش الملكي: لما نشوف شطارته قدام بيراميدز، لان الجيش الملكي عنده مباراه في دور الربع النهائي ضد فريق بيراميدز، يمكن من اقوى الفرق الافريقيه حاليا ان لم يكن الاقوى. هذا واحد اخر واضح، وانه نوعيه اللاعبين من الناحيه الفنيه والبدنيه للمغاربه والمصاروه، يعني كقصد المصريين، اصبحت تتفوق على التوانسه. نحكي بصفه عامه كي نتفرجوا في البطوله المغربيه مثلا، ملي تبدا المقابله والجمهورات تجري وتتحرك، عكسنا تماما، طايح اكثر من الواقف، وبرشا تضييع وقت
وحتى التحكيم عنده دور كبير. هنا اللي تكلمت لكم على التحكيم هنا في البطوله المغربيه ولا كيطلق اللعب، يعني الالتحام عادي ما غاديش يصفر لك. واصلا كاين الفار، يعني لو وقعت شي حاجه كنرجعوا للفار ونشوفوا واش داك الالتحام كان فيه خطا ولا لا. تكلم ايضا على ان ضرب المثال بالبطوله المغربيه، وكيف ما قلت لكم ان البطوله المغربيه مؤخرا اصبح يضرب لنا المثال. شفنا ماشي فقط في الدول العربيه، حتى في اسبانيا، في فرنسا. وغادي نجيب لكم فيديو مترجم ان شاء الله كيتكلموا على البطوله المغربيه، الجوده اللي وصلت لها البطوله المغربيه. نشوفوا تعليقات اخرى. لما لا؟ هذا مشجع للفريق الافريقي: جوده ملاعبيه في الجيش الملكي بعيده بعيده كل البعد على جوده ملاعبيه النادي الصفاقسي. يعني كيقارن ما بين الصفاقسي والجيش الملكي. هذا مشجع فريق الترجي. بطوله تونس نتاع حضبه وقول وتضييع الوقت والطايح اكثر من الواقف. ملاعب محفره، حاجه غداد، يعني زعما كتغدهم. تلعب ضد فرق تلعب ترفض اللعب ضدك، والتعادل بالنسبه لهم انتصار سي نورمال، باش تلقى صعوبه في تطبيق الافكار ضد فرق ترفض اللعب. يعني كنتكلم هنا هو على فريق الترجي، لان مؤخرا تعادلوا بزاف ديال المرات. كره صحيح. نشوف واحد اخر: كره صحيح في المغرب جمهور ولا جوارات في تونس الشيء مفهوم. نجح حتى فما جمعيه تلعب باسم تونس، جمعيه تونس الكل ضد الكره عقليه. ما فهمت منه والو انا صراحه. هذا كيتكلم بالتونسيه. تخيل انت كان عنده كريستو والحباسي هما نجوم الفريق، تو الحباسي في الجيش الملكي احتياطي، وبراسك شارك في دقائق قليله ويظهر لي طردوه. فعلا لاعب تونسي ما بقاش مع فريق الجيش الملكي. كيتكلم على اللاعب السابق ديال او النجم السابق ديال الفريق الصفاقسي اللي هو الحباسي، كان انتقل فريق الجيش الملكي لكن لم يوفق مع فريق الجيش الملكي وما كملش معاهم. حاليا الجيش الملكي قدم مباراه كبيره مع ضد فريق الوداد الرياضي. يعني هذيك المباراه استمتع بها الجميع، باش تشوفوا بان المباريات ديال الدوري المغربي راه ما كيتفرجوش فيها غير المغاربه فقط. مغاربه، توانسه، جزائريين، في الناس في اسبانيا، في فرنسا. وغادي نجيب لكم فيديوهات كيفاش كيتكلموا في استوديوهات اجنبيه في اسبانيا وفرنسا على الدوري المغربي، في نصال الدوري المغربي. يعني مباريات، ملاعب جميله، ارضيات رائعه، حضور جماهيري كيميز المباريات ديال الدوري المغربي، اخراج في المستوى العالي. يعني كانت عندنا من بعد كاس افريقيا واحد قفزه مهمه خصنا اننا نبقاو غاديين فيها. فهذا ما كان متابعينا الكرام. ما تبخلوش بالتعليقات ديالكم وتابوناو في القناه باش يوصلكم الجديد ديال اي سي سبورت. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.